السلام عليكم. انا اول مره هصور حلقه بدون مونتاج وبدون اي حاجه ولا سكريبت مكتوب. الحاجه على بالي حاوله. النهارده مباراه الاهلي وزد، بنصور بعد المباراه مباشره. كنت موجود النهارده في الاستاد. الاهلي تعادل 1-1 علشان يفرط في الصداره حتى لو مؤقتا قبل مباراه الزمالك وبيراميدز بكره. خليني اقول لك ان النادي الاهلي بيقدم واحده من اسوأ مواسمه على الاطلاق على المستوى المحلي. الاهلي بيفقد نقاط كده زي السلام عليكم صباح الخير. الوضع في الملعب اسوأ بكتير كمان من التلفزيون. يعني انا الماتشات اللي فاتت دي كلها كنت شايف الاهلي سيء، لما رحت الاستاد شفته سيء مليار مره. احنا ما بنعملش حاجه يا جماعه. احنا في حقيقه الامر جوه الملعب والله ما بنعمل حاجه مفيده. زد النهارده الشوط الاول ولحد الدقيقه 60 بيلعب علينا كوره مش طبيعيه، وزد ده مثلا سادس او سابع الدوري. يعني محمد شوقي جه في سنه واحده علمهم كوره. يعني العيال بتتدرج بالكوره بطريقه احنا ما بنعملهاش. احنا بنشلت واجري ونشوف ربنا يستر وربنا يكرم. العيال في الجون الاول وفي الجون اللي اتلغى حتى اوفسايد بيتدرجوا بالكوره بمنتهى السهوله والسلاسه. انا الحقيقه مش عارف المشكله فين. هل المشكله في مدير فني، ولا المشكله ان انا برضو مش عارف اتخلص من المدير الفني ده؟ لو قلت يعني المشكله عند المدير الفني مش عارف اتخلص منه، لان انا للاسف بدفع مرتب لثلاث مدربين. للواقعه دي للاولى في التاريخ يكون في نادي بيدرب مدير فني واحد. انت بتدفع لثلاث مدربين. بتدفع لياستروب، الجهاز الفني لياستروب، ريبيرو، الجهاز الفني ريبيرو، تدفع لكولر والجهاز الفني لكولر، وريبيرو كولر دول قاعدين في البيت وتدفع لهم مرتباتهم. ده قمه في التهريج. انا عمري ما شفت، مش الاهلي، انا عمري ما شفت نادي في الدنيا بيحصل فيه كده. وبعدين بتيجي تشتكي من ازمه في السيوله في الدولارات، ما انت عشان بتهدرها في كلام اهبل، بتهدرها في كلام عبيط. وطبعا الله يسامحك يا وسام، بجد بجد الله يسامحك يا وسام ابو علي والله. الواد خلانا نشوف نسخه من المهاجمين هنقعد نتحسر عليه 10 15 سنه الجايين. اي مهاجم الاهلي هيجيبه مش هيجيب نص مستوى وسام. يعني انا بالنسبه لي اصلا بحط جراديشار ده افضل من مروان عثمان وافضل من كاموتش مليار مره، برضو جراديشار ده نص وسام ابو علي. فانا كمان مشيت نص وسام ابو علي وبلعب بمروان عثمان وكاموتش حتى اللي النهارده طلع بره القايمه. الاهلي ما قدمش حاجه. كل الكرات اللي الاهلي قدمها النهارده هي الكروسات دي او الرفعات دي، وربنا يسهل تريزيجيه يركب له واحده، ياسر ابراهيم يركب له واحده وربنا يسهل. ده اللي انا بعمله. انما في لعبه انا بعملها في الملعب مفيش. في تصويب من خارج منطقه الجزاء بتمرن عليه مفيش. هيجي يقول لك اصل الاهلي اقدر فرص، اللي هي ايه يا صاحبي؟ الكرات البلالين اللي برفعها واللي ربنا يكرم بلعب براسه. هو ده الاهلي؟ الاهلي بقى كده يعني؟ الاهلي بقى له اكتر من سنتين ونص ما بيلعبش كوره. انا مش عارف احنا واهمين الناس ليه. احنا فعلا بقى لنا سنتين ونص ما بنلعبش كوره. احنا بدايه من الموسم ده بدانا بريبيرو، لعبنا ماتش بورتو في كاس العالم للانديه، ماتش بالميراس البرازيل كنا سيئين جدا، وماتش انتر ميامي كنا سيئين جدا. نخش على بطوله الدوري في منتهى السوء برضو مع ريبيرو، مشيناه وجبنا عماد النحاس زق معانا الدنيا، جبنا ياستروب، بدانا نشم نفسنا، تعادل في تعادل في تعادل في تعادل، بهدر نقاط. خلاص تعالى الموسم اللي فات مع كولر، واحده من اسوأ مواسم الاهلي برضو على مستوى الكوره. كنا بنزق الدوري ورحنا سحبنا في القمه، وبيراميدز لو ما ضيعش قدام فاركو قدام البنك الاهلي ما كناش هنوصل لحاجه، وربنا كرم. وكمان في قضيه في الفيفا دلوقتي ان بيراميدز ممكن ياخد مننا الدوري بتاع السنه اللي فاتت. يعني انا مستوى الدوري السنه اللي فاتت ما قدمتش حاجه. في افريقيا قدمت احقر كره في الدنيا، ده انت قدام سان داونز على ارضنا في 100,000 متفرج كنا بندافع ولبسنا جول في الدقيقه 90. ما قدمتش اي حاجه افريقيه. تيجي بقى للموسم اللي قبليه، كولر في افريقيا قدام البطوله اللي خدناها بتاعه الترجي، الجون الاون جول في ماتش العوده 1-0 هنا في الفاينل. في العوده اللي كسبناها الترجي كره حقيره، ما لعبناش، بندافع ل 90 دقيقه، جبنا جون وقفنا قدام جوننا. خلاص ماتش الذهاب قدام الترجي 0-0 برضه بندافع، وكره الشوبير اللي شالها بكتفه دي اللي كان ممكن تخش جون عادي. خلاص تيجي للماتش نص النهائي كان قدام مازيمبي نفس القرف، برضه 0-0 هناك او التعادل هناك، وجينا هنا هقول لك كسبنا الثلاثيه. قبل سيناريو الثلاثيه ده انت كان داخل فيك جون اللي اتلغى، انا لحد النهارده ما اعرفش اتلغى الجون ده المازيمبي ليه اصلا. والدنيا فتحت معاك بجون بوسام والدنيا فتحت معاك كده. انما كوره انت ما بتقدمش كوره. تيجي البطوله اللي قبلها 2023 في افريقيا، اقسم بالله لولا مصطفى احمد شوبير ما كنا خدنا البطوله دي، اللي كان هو احسن لاعب في البطوله، احسن حارس في البطوله. الماتشات اللي الصفر صفر في 1-0 وبتزق برضه لحد لحد القضيه بتاعت عبد المنعم. انما ككوره ما كنتش بتقدم كوره. بدايات كولر هي اللي كان فيها كوره، بس دي اخر مره شفت الاهلي بيلعب كوره. فانا مش عارف المشكله فين. انا المشكله ان انا كل مره يبقى عندي لاعب مميز، يجي له عرض من بره بيسيبني ويمشي بمنتهى السهوله، حتى ما بعرفش اتمسك بيهم. يعني انا اصلا كنادي اهلي مش عارف حتى اتمسك بيهم. وسام بيجي له اوفر بيمشي، عبد المنعم بيجي له اوفر بيمشي، علي معلول انا ما جددتلوش، عمرو السوليه انا ما جددتلوش.
فانا كل سنه جيت بدايه السنه دي قمت جايب زيزو وتريزيجيه وقال لك اصل في مشاكل في اوضه اللبس. اقسم بالله الموضوع ملوش علاقه باوضه اللبس. انا بقول لك انت من قبل ما تريزيجيه وزيزو اصلا انت اصلا برضه ما بتلعبش كوره. انت النهارده قبل ما ينزل تريزيجيه وزيزو انت برضه ما كنتش بتلعب كوره. فهي المشكله مش في زيزو وتريزيجيه، المشكله ما عندكش هويه. انت ما بقاش عندك في الملعب بقتش احس. يعني احنا النهارده لغايه الدقيقه كام لاعبين؟ مثلا 99 او 100. انا طبعا في الاستاد ما بتعرفش غير انه حسب 9 دقايق، ما بتقعدش يعني ما بدكش مش زي الوقت الضايع بيبان لك على التلفزيون خلاص. الناس قاعده حاسه ان احنا مش ده الاهلي بلس 90 اللي هو الاهلي مليون في الميه هجيب جون. فاحنا وصلنا لحته وحشه قوي. وبعدين النهارده تيجي تفكر عايز تمشي ياستروم مثلا، ولو افترضنا المشكله فيه مش هينفع تمشيه هتدفع، هتجيب له فلوس منين؟ هتفسخت له النهارده يا اما تدفع له باقي السنه بتاعته يا اما هيروح يشتريك زي ريبيرو. فما فيهاش منطق. تيجي تتكلم طب تشوف ان انت كواليتي اللعيبه تسند معاك. زيزو وتريزيجيه لعيبه عظيمه وكل حاجه، بس احنا محفوظين والله العظيم. انت بتتفرج في الملعب على نفس النقلات اللي بننقلها بقالنا 20 سنه. الكره مع ياسر ابراهيم هيلعبها للباك اللي جنبه، لقلب الدفاع اللي جنبه، هادي رياض بقى ولا عمرو جزار ولا بيكهام، هيديها لمحمد هاني. محمد هاني يشوف ينفع يلعبها على الخط اللي زيزو مثلا يجري ولا حاجه، لا مش هينفع. طب ارجع تاني نص ملعب ادي الامام، امام يدي لمروان، مروان يدي الناحيه التانيه للباك يوسف بالعمري، بس يوسف بالعمري هطلع تريزيجيه، لا ممكن لا تعالى نص الملعب. ده اللي بعمله. انا مفيش لعبه واضحه بعملها. انا حتى في الكورنرات في حاجه في منتهى السوء. انا مره بخلي طاهر يرفع، طاهر ده فيلم طبعا هنتكلم عليه دلوقتي. بخلي مره طاهر يرفع، مره بن شرقي اللي يرفع، لحد ما زيزو نزل فبقى هو اللي بيرفع. ايوه انا برضو حتى في الكورنرات ماليش هويه. انا في حلقه هنزلها ان شاء الله، ان شاء الله ربنا كرم الاسبوع ده، على الاهداف اللي استقبلها الاهلي اخر 20 ماتش. اقسم بالله تلات ارباعها يا كرات عرضيه، يعني من كره يعني كره عاديه خالص، باك بيرفع بنشتت غلط، ياسر ابراهيم او من قلب الدفاع يشتت غلط ترد الواحد جون، يعني السكند بول جون خلاص. او كورنرات او كرات ثابته. طب ايه؟ او يعني فاولات يا كورنرات. 30 في اخر كام 20 ماتش 30 حاله كده بتخش فيك، يا اما بتبقى فرصه محققه. انا ما بتعلمش حاجه. يعني انا ما حتى اخطاء ما بشتغلش عليها. فانا مش فاهم، انا مش عارف لحد اللحظه دي المشكله في ايه. نيجي بقى نتكلم مثلا على واحد زي طاهر محمد طاهر. طاهر ده موجود في الاهلي يا جماعه، لو الشباب تفتكر طاهر ده اصلا كان بديل رمضان صبحي لما سابنا راح بيراميدز من 2020. ممكن حضرتك بمنتهى الهدوء كده، لو ذاكرتك برضو بعافيه زي حالاتي تفتح مثلا على موقع زي ترانسفير ماركت تشوف ارقام طاهر من 2020 لغايه النهارده 6 سنين، كام جون واسيست مع الاهلي في كام عدد مباريات. هتلاقي رقم مضحك. ده واحد من اسوأ الوينجات اللي الاهلي تعاقد معاه في حياته. انا مالي يا باشا ان انت كوينج بترجع تدافع مع الباك؟ انا مالي؟ انا اصلا جايب وينج عشان يا جماعه يديني الحته الهجوميه، انا مالي بالحته الدفاعيه. يا باشا انا ممكن ادافع بست لعيبه وهاجم باربع لعيبه وشكرا. انا ايه اللي ليه عايز كل وينج يجيبه يرجع يدافع؟ انا مش يعني انت تبقى حته الدفاعيه عندك اقوى من الحته الهجوميه كوينج؟ ده مش منطقي يعني. فطيب ده واحد من اسوء اللعيبه برضه شويه ولا دخلت النادي الاهلي. اخر بقى نقطه حابب اتكلم فيها. احنا صارفين كتير، ما تخليش حد يوهمك يقول لك الاهلي مش صارف كتير. لا الاهلي صارف كتير جدا، والزمالك بالمناسبه صارف كتير جدا. بغض النظر بيدي رواتب لعيبته ولا لا، بس كالصفقات في اول السنه لا هو صارف كتير جدا خلاص. بيراميدز اقل الفرق صرفا على فكره في الموسم ده خلاص، ومع ذلك هو يعتبر ماشي اول الدوري، ولو كسب بكره الزمالك هو هيبقى اول منفرد يعني. اللي عايز اقوله ان هو مش التعاقدات في النادي الاهلي عليها علامه استفهام. يعني انا رحت جبت افضل اللعيبه المصريين في فرقتي خلاص. الحته اللي مخلي بيراميدز يتفوق على الاهلي والزمالك فيها ان اجانب بيراميدز هم الموقفينه على رجليه. طب انا ايه الاجانب اللي انا بجيبها دي؟ يعني انا ايه الاجانب اللي انا متعاقد معاه؟ يعني ايه كاموتش ده؟ ويعني ايه يجيب واحد في انتقالات يناير خلاص المفروض ان هو جاهز مليون في المية، بس تبعده من القايمه لعدم الجاهزيه. او انا يا ابني انا جايبك 4 شهور ونص يعني، انا وفات منه اصلا شهر، فايه يعني انا هلحق اعمل ايه ولا ايه؟ فده تعاقد غريب انا مش فاهمه لحد النهارده. ومعلش على التاخير في الحلقات، انا هنزل لك 5 اسامي مهاجمين كل واحد ليه حلقه ان شاء الله برضو من بدايه من الاسبوع ده، كلهم افضل من كاموتش. جراديشار ده نفسه افضل اصلا من كاموتش. وتيجي واحد زي مثلا مروان عثمان، انت برضو مش عارف تلوم وتقول لك ده لعيب بروميسنج ولعيب بوتنشال وكل حاجه ماشي. ماشي. انا بقى اجيب لعيب في يناير عشان يبقى بروميسنج ولا بوتنشال؟ يا عم انا عايز لعيب يجي يحط لي الاجوان زي ما جبت وسام في انتقالات السنه اللي قبل اللي فاتت في يناير، خد هداف الدوري من نصه. السنه اللي فاتت جبت جراديشار نزل بعد اول 10 دقايق قدام بيراميدز اللي هو كان منافس معايا السنه اللي فاتت، جاب فيهم جول. انا عايز لعيب ينزل يخلص لي، انما انا صابر على مروان عثمان عشان هو بروميسنج ماشي. تعالى بقى اتفرج على مروان ده من الملعب بيجري كميه جري مش طبيعيه كلها صفر. يعني مروان عثمان ده عنده قوه بدنيه رهيبه، بس هنا لسه بدري، لسه بدري قوي، ومحتاج حد يتكلم معاه اساسا. لسه بدري عليه جدا. اللي هو بيجري عمال على بطال في وقت
وقت محتاج تكون انت بتوجه الضغط. يعني انا الكوره انت مثلا مع الباك او قلب الدفاع بتاع الفرقه، ما هجمش عليه، انا ممكن اوجهه، ممكن اخليه يوجهه مثلا، اوديه ناحيه، اخليه باصي الكوره ناحيه اليمين، ونبقى في ضغط جماعي هناك فاجيب الكوره من هناك. انما الضغط المنفرد ده ما بياكلش عيش، بتجري لي بشعرك كده ال 90 دقيقه، انا استفدت ايه؟ واي كوره عاليه ما بياخدهاش، دي حاجه برده غريبه جدا. يعني تريزيجيه اللي هو اصلا مش مهاجم، واخد له 3 4 كورات لما نزل، هو بقى الباشا ده ولا كوره. وبعدين تيجي تبص البديل معاهم التالت محمد شريف المخيف. انا محمد شريف ارقامه كانت في الخليج السعودي عشان اجيبه. يا جماعه في عبث، في اسامي كده كتير في الفرقه، انا مش فاهم احنا بنعمل ايه. يعني انا مش فاهم. وبعدين في لاعب لازم نتكلم عليه، لان انا حاسس ان احنا يعني اصلا يا جماعه احنا مش مخطوفين يعني. يعني لما امام وحش نقول ان امام وحش عادي، لما زيزو وحش نقول زيزو وحش عادي، احنا مش خاطفين يعني. لما بن شرقي يكون وحش نقول وحش عليه عادي، يعني احنا مش خايفين من معايره الزملكاويه، ما هي صفقه انا عندي واديها مرتب عالي، فلو ما اديتنيش كوره يا حبيبي هنتكلم عنك وحش، ده مش حاجه، مش مخطوفين يعني. احنا ما لا عندنا بقى سيدي بن علي ولا سيدي بن شرقي، لما انت وحش هنتكلم عليك ان انت وحش. بن شرقي بيلعب بالشوكه والسكينه بجد بزياده. يعني بغض النظر ده انت شايفه ستايل لعبه، لا في حميه كده مش عنده، يعني تريزيجيه في عنده بيحزق حزق كده بن شرقي ما بيعملوش. انا مش فاهم بصراحه المشكله فين. والمشكله مش ان هو بيلعب ناحيه يمين ولا ناحيه شمال، هو فقد الشغف مثلا، انا ما اعرفش يعني. انا بقول لك محترفين عاملين ازاي. تيجي لديانج خلاص هيسيبك ويمشي، فانت اصلا محتاج تشوف له بديل من دلوقتي. تيجي للي جنبه محمد علي بن رمضان، حاجه في منتهى السوء. وبعدين مش عاجبني ابدا اتنين هم خارجين من الملعب، يعني خارجين من الملعب واحنا شايفينهم معترضين. طب معترضين على ايه يا جماعه؟ انتوا لعبتوا مستوى حقير يعني. يعني انا لو لعب بالمستوى ده هتكسف والله، لو انا خارج اخبي وشي، انت خارج وبتشوط البتاع، انت وحش يعني، انت كنت عايز تفضل في الملعب بمستواك ده ازاي يعني؟ محمد علي بن رمضان، انا ما اعرفش يعني احنا مثلا، هل الترجي مثلا يعني ودى واحد المجر غير اللي احنا اشتريناه؟ انا ما اعرفش. يعني هل ده محمد علي بن رمضان اللي احنا كنا مسروعين ان احنا نجيبه من ايام ما كان في الترجي؟ ما بيدينيش حاجه خالص يا جماعه في الملعب، صفر. وكل تحركاته بايده كده، فاول هنا وفاول هنا. انا مش فاهم. وزي انا حاسه زايد، يعني انت مش شايف وزن قدامك زايد، بس حاسس حركته تقيله. يعني تحس في اكياس رمل في رجله، حركته فيها صعوبه. فهل انت متوظف غلط، ولا انت بدنيا مش مظبوط، ولا انت نفسيا مش مظبوط؟ وبعدين انا هفضل اصبر لحد امتى؟ اصل مش شؤون اجتماعيه، يعني انت حتى عندك مشاكل في بيتك ولا في اسرتك، ولا انا مش شؤون اجتماعيه. انا ما طب ما احنا بنروح اشغالنا واحنا متضايقين، فايه العلاقه يعني؟ ففي علامات استفهام على اجانب كتير في الاهلي. يوسف بالعمري بيقول حاجه، يعني يوسف بالعمري انا متفائل بيه يعني، ربنا يكرم كده. ومزعلني اكتر ان يسترب كان شايف ان كوكا احسن من بالعمري، وكان بيسخر من عمري في بدايه التعاقد. ازاي يعني؟ ما هو ده بيخوفني من المدير الفني مش عارف امكانيات اللعيبه اللي جايه، صعب قوي يعني. يعني سيد عبد الحفيظ هو اللي اصر على الصفقه دي، طب انت ازاي كمدير فني مش شايف ان ده افضل من كوكا؟ الاهلي فاق لما يعني بدا يفوق شويه في الدقيقه مثلا 20 عشان يوسف بالعمري فاق. وبعدين حصلت حاجه غريبه قوي في الملعب انا مش فاهمها. لما بدانا نقول شويه في الدقيقه 20 كان الجبهه دي في يوسف بالعمري وبن شرقي، وكانوا بداوا يقولوا حاجه، حصل حاجه عجيبه قوي. انا فجاه لقيت طاهر هو اللي ناحيه يوسف بالعمري، وبن شرقي اتنقل للناحيه اللي هناك اللي ناحيه اليمين. ليه؟ ما هي كانت صح يا صاحبي، هي بدات تمشي، فانت بتوقفها دلوقتي ليه؟ فعلامات استفهام على حاجات كتير قوي، بس في الاخر يعني انا ممكن اخسر دوري على فكره. ما انا والله العظيم كواحد بشجع النادي الاهلي ماشي اخسر دوري، بس انا احس ان انا بقدم كوره او بقدم حاجه او قريب من حاجه، او ليا شكل او ليا هويه. انا زد لعب عليها كوره، سيراميكا لعب عليها كوره، او بلاش عليا انا، زد بيلعب كوره احسن مني، سيراميكا بيلعب كوره احسن مني، الزمالك اللي مش ما بيدفعش مرتبات لعيبه ولعيبته بيلعب كوره احسن مني، دجله بيلعب كوره احسن مني، بيراميدز بيلعب كوره احسن مني، البنك الاهلي بيلعب كوره احسن مني. ايه بقى؟ يعني ايه اللي ناقصني انا في الملعب عشان العب كوره كويس؟ انا ما بقولكش خد، والله ما بقولكش خد دوري، يعني الدوري هو بتاعنا المفروض ناخده كل سنه، ما بقولكش خده. انا بس بطلب منك تلعب كوره. الموضوع صعب قوي كده. بس قدر الله ما شاء فعل. بس علامات استفهام كتير على حاجات كتير بتحصل في النادي. وزي ما قلت لكم بوعدكم يعني ان شاء الله من الاسبوع ده ان شاء الله الحلقه اللي بجد شغال عليها بقالي فتره ومرهقه جدا، موضوع صفقات الاهلي الاجانب الفاشله اخر 9 سنين. انا وصلت لرقم مش طبيعي، عدد 15 لاعب فشلوا مع النادي الاهلي، والرقم نفسه اللي مدفوع للناس دي لانديتهم كشراء عقود او كمرتبات، او لما جيت افسخ عقودهم بعدين، الاهلي خسران رقم مرعب بيوصل ل 12 13 مليون دولار. ده رقم هستيري، لما ابقى في 9 سنين صارف الارقام دي في الفشل ده، يبقى انا بهرج. فانتظروا الحلقه دي، وانتظروا الحلقه اللي وعدتكم عليها وعدتكم بيها بتاعه الاجانب
اللي كانوا افضل ان هم يجوا بدل كاموتش، واوريكم ارقامهم عامله ازاي السنه دي والسنين اللي فاتت، وان هم كانوا احق يجوا يجوا الاهلي عن كاموتش اللي احنا ما شفنالوش اي اماره لحد دلوقتي. شكرا طبعا على كومنت الحلقه للاخر، ولو اول مره تشوفني ما تنساش لايك والكومنت والسبسكرايب وتفعل الجرس ويجيلك كل جديد. السلام عليكم.